السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. حبيباتي كما راكم تشوفوا في لا فيديو راح نشارك معكم وصفه صابلي يعني وصفه اللي نعتمدها انا، يجيني هشيش وعلى بالي بلي راكم راح تجربوا الوصفه تاعي هذه. هي بخاسك كيما لي صابلي اللي تعرفوا، مش شويه اضافات يجي بزاف هشيش وهايل، ننصحكم بها. نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. بون هنايا درت الزبده تاعي مارغرين، عندي لابيل. انا نخدم غير بلابيل، هي اللي تساعدني وتجيني الكاطو تاعي بها بزاف هايل. بون درت هنايا 250 غرام، حبيتي تزيدي كونتيتي ضاعفي. 250 راح تعطيني قيس 40 حبه، ولا دونك الوصفه تاع اليوم راح تخرج لي 40 حبه هكاك. وكما راكم تشوفوا هنايا الزبده تاعي كانت طريه، يعني ما نديرهاش من الفريجيدار مباشره، خليها شويه هكا طريه باش نخدم بيها. وكاس سكر غلاس، الكاس اللي عبرت به هنايا سكر ناعم، الكاس اللي موالف نعبر به. ونديهم هنايا للضراب الكهربائي، نضرب مليح الزبده مع السكر. كما راكم تشوفوا حتى هذاك السكر كامل هو السكر ناعم، ليه يعني مش سكر عادي اللي نسناوه يذوب ولا مي، حتى يدخل لنا مع الزبده ويولي لنا شغل كريمه. ونروحو ثاني كنضيفو حبه بيض كامله كما شفتوا، حبه بيض. وندو زوج صفار البيض، نديرو زوج صفار البيض، نسحقو بيضه كامله وزوج صفار البيض. ونجيبو هنايا للتنكيه، نجيبو درت هنايا انايا ليكستري تاع القارص. اذا كان عندك من المبشور تاع القارص هي من الافضل مبشور باش يجي عنده لوغو تاع السيترون هذاك. ولا فاني هنايا لا فاني اذا كانت عندك بودر ولا ليكيد نورمال. ونكملوا التخلاطه تاعنا. نكملوا نخلطوا كما قلت لكم. نعاود برك نفكركم واش درت في المقادير. كنت درت 250 غرام زبده، وكاس سكر غلاس اللي هو الكاس اللي موالف نعبر به تاع 220 مليلتر هذاك. وضفت حبه بيض كامله وزوج صفار البيض، وليكستري تاع القارص كما قلت لكم ولا مبشور الليمون. ونزيدوا له لافاني اذا عندكم بودر ولا ليكيد نورمال. ودركا زدت كاس نفسه اللي عبرت به سكر غلاس، درت به المايزينا يعني نشا. وزدت باكي خميره كيميائيه قلت لكم. وزدت الكاس تاع المايزينا نفسه اللي عبرت به سكر غلاس، هو اللي درت به المايزينا. ودرنا كيس خميره كيميائيه واحد فقط يعني. واذا درتو كما قلت لكم ضاعفتوا الكميه، درتو 500 غرام، ديروا زوج اكياس خميره. درت انا كيس خميره برك. ونكمل نخلط كما راكم تشوفوا. شوفوا الميلونج تاعي كيفاش ولا لي هكا. وبعدين نتوقف صاي كملت بالخلاط. دوكا نبدا نخدم بيدي. الفرينه ماشي راح نعطيكم عبر محدد ولا، تبداي تضيفي غير بشويه حتى تحصلي على عجينه طريه. راكم تعرفوا العجينه تاع الصابلي كيفاش تجي طريه بزاف، ماشي تكون تتلاصق مي شاده روحها طريه مليحه. نبدا نضيف غير بشويه بشويه حتى نتحصل على العجينه اللي راني حبتها. كما راكم تشوفوا راني نلاين في العجينه برك، مانيش نخبز فيها ولا نعجن فيها. والفرينه راني نزيد غير بشويه، زيدي غير بشويه باش ما تخافيش تيبسلك ولا تخسري العجينه تاعك. القوام تاعها تخسر القوام تاعها. اها. نعاود نفكركم برك اللي ما راش دايره متابعه للقناه، متابعه القناه فضلا وليس امرا.
وخلوا لي جيم اذا عجبتكم الوصفه هذه ولا الوصفات اللي فاتوا، خلوا لي جيم وتعليق شباب يفرح الله الله. كيما راكم تشوفوا هنا العجينه تاعي بخاسك بدات تشد في روحها، نزيد لها غير شويه ونخليها. بعد ما نخليها هكا كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام طريه كيما قلت لكم، نخليها تريح بعد 10 دقائق ربع ساعه ونولي نخدم في الصابلي تاعي. وهنايا كي نبدا نعجن في الصابلي من الافضل ما نحطوش العجينه تاعنا على طاوله العمل، نديرو كاش بلاستيك هكا كاش نيلو ولا بابي فيلم هذاك ونديرو فيه العجينه تاعنا نفتحوها ونبداو نخدمو، يعني تجينا بسهوله هكا ماشي حتلصق لنا في الحلال ولا تلصق لنا في طاوله العمل ونبداو. والطبق اللي عندك تاع الصابلي ديري بيه. والسمك تاع العجينه يعني ما نرققوهاش بزاف، ما نديروهاش رقيقه رقيقه وما نديروهاش خشينه، يعني راكم عارفين حبه فوق حبه نديروها. دوك تشوفوا كيفاش هكا السمك تاعها نديروها قيس 1 سنتيم ولا هذا ما كان. نكملوا كامل على هذا المنوال. والفور تاعنا راهي باينه بلي شاعله الفور، نخليها تسخن ونكمل كامل السنيوه تاعي هذا ندخله نشعل لها من تحت، نخليها درجه الحراره يعني تكون متوسطه من تحت. كي نشوفوا حمار لي من تحت يعني ماشي حنطيبوا حتى راكم عارفين لي صاب لي ما يطيبوش غير يطيبوا لي من تحت، نشعل لهم من الفوق غير شويه قيس ما يشدوا لي هذاك اللون الذهبي ونحي السنيوه تاعي. تشوفوا كيفاش جاتني سهله كي راني دايره فوق الكيس البلاستيكي هذا ونخدم، يعني جاتني سهله. فوالا كيما هنايا ندي السنيوه تاعي هنايا بعد ما طيبت لي صابلي كامل. انا كنت زدت كونتيتي كيما قلت لكم، هذيك العلبه تاع الزبده هذيك تاع 250 الباطه حتجيب لنا قيس 40 حبه. انا هنا كنت طيبت زوج عجينات يعني، وجيت ننتقلوا لمرحله التزيين. مرحله التزيين اختياريه. هنايا درت جبت الكاوكاو كان عندي حمصته شويه وطحنته، والمعجون باينه تاع المشماش. و فوالا التزيين نتي حره، حبيتي ديري سكر غلاس بنوات كوكو ديري بالشيكولا يعني نتي حره بواش عندك. حبيتي ما ديري والو كيما انا هنايا درت شويه كاوكاو ومن بعد حبيت نخلي التزيين هكاك، ما حبيتش باسكو كاين اللي يحبوا ياكلوا كاوكاو كاين اللي ما يحبوش، وانتم احرار في التزيين. فوالا نكمل التزيين. عطيت لكم انا كيفاش زينت وانتوما احرار. بون هذا هو الصابلي تاعنا حبيباتي، ما نحكي لكمش على الذوق، بزاف بزاف هشيش وهايل ومش لاح يهبط ولا يجيكم بزاف هشيش هايل. جربوها يعني وصفة ناجحة. فوالا بون في الاخير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم بزاف بزاف، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ونعاود نفكركم برك اللي ما راهش دايره متابعه للقناه، متابعه القناه فضلا وليس امرا، وشاركي هذه الوصفه مع لا فامي تاعك حباباتك يتو باش تكبر القناه تاعنا. تعليقات وراهم رايحين يجوا وصفات بزاف هايلين ان شاء الله في هذو الايامات. بقاو متابعينا ان شاء الله تكون القناه تاعنا فعند حسن الظن تاعكم، وانتم ثاني ما تبخلوناش بالجام والتعليقات. ونخليكم ان شاء الله الوصفه الجايه. دمتم في امان الله وحفظه، بقاو على خير حباباتي، باي باي.
باي باي. باي باي. باي باي. سي باي باي. قولي لهم باي باي لحبيباتي. باي باي. باي باي حبيباتي. باي باي حبيبتي. مطبخ كوكي وصديقاتها. باي باي كوكي صديقاتها.